بيبتدي الفيلم مع ري وبيكون قائد فرقة الإنقاذ وبيجيلهم استغاثة من بنت وقعت بالعربية من فوق الجبل، وبيكون ري مش قادر ينزل بالطيارة عشان المكان خطر جدا، فبيحاول يقرب منها بس بيكون خطر عليه، وبيقول لواحد من فرقته ينزل علشان ينقذها، وبيقول له لازم تطلع البنت في أسرع وقت علشان الطيارة في خطر ممكن تقع بينا. وبينزل البنت وبيقول لها ما تتحركيش، وبيروح علشان يثبت العربية، وهو بيعملها بتنزل العربية على دراعه، وبيكون ري مش عارف يتحكم في الطيارة، وبيمسك زميله مكانه وبينزل علشان ينقذه، وبيطلع البنت من العربية وبيأمر زميله انه يقطع الحبل. بنروح لمركز البحوث وبيتنبؤوا ان في زلازل قوية جدا، ويكون لورانس رئيس المحطة. كيم بيكون شغال معاه وبيجيب له اخبار جديدة عن الزلازل، وبيقول له رصدت زلزال ضعيف ونادر في ولاية نيفادا، فبيقول له لورانس لازم نروح هناك علشان نتأكد بحدوث الزلازل. وبيوصل ري لمكان عمله، بتكون الطيارة حصل فيها عطل، وزميله بيغضب منه بسبب الاعطال الكتير اللي بيسببها في الطيارات، بس ري مش بيفكر غير في انقاذ الناس. ويروح البيت وبيطلع التليفون وبيتصل على بنته، وبيكون ري منفصل عن مراته، وبنته عايشة مع مامتها وجوزها، وبيطلب من بنته تتعشى معاه هي ومامتها، بس بتقوله مش هينفع علشان دانيال جوز ماما عازمنا. بتسأله عن المفتاح بتاع العربية بتاعتها علشان المفتاح التاني ضاع. بيكون ري زعلان علشان مش عارف يقعد مع بنته، وبيدخل الأوضة علشان يشوف لها المفتاح، فبيفتكر بنته اللي ماتت وإن هو ما قدرش ينقذها، وبيدور في الحاجات اللي في الأوضة وبيلاقي المفتاح بتاعها، وهو بياخده وبيلاقي الصور بتاعتهم، وبياخدها وبيتفرج عليها، وبيفتكر الذكريات الجميلة اللي كان عايشها، وبيتمنى الأيام دي ترجع تاني. يكون كيم نزل للسد اللي موجود في الولاية علشان يختبر، وبيكلم لورانس وبيقول له احتمال وجود زلازل قوية، وبيكونوا مبسوطين جدا من النتيجة اللي وصلوا لها. وهما بيتكلموا مع بعض بيشوف كيم في جهاز الإرسال زلزال قادم بسرعة رهيبة، فبيقول لرانوس إن الزلزال قوي جدا، فبيختل توازن كيم وبيكون مش عارف يمشي، فبيكلمه لورانس وبيقول له اطلع من عندك بسرعة هنموت كلنا، فبيحاول يبعد الناس عن الخطر والكل بيجري، فبيحاول كيم يطلع على السلم علشان يخرج لبره، وفعلا بيطلع في اللحظة الأخيرة قبل السد ما ينهار. وهو بيجري بيشوف بنت مش قادرة تمشي وبيشيلها وبيجري بيها، بس الزلزال بيكون أسرع منه وبيكون مش قادر يجري وهو شايل البنت، فالزلزال بيحصله وبيرمي البنت من إيده، وبيضحي بنفسه علشان ينقذ البنت، والسد بينهار وبيطار كله لقدام، وبيكون لورانس في حالة ذهول ومش مستوعب اللي هو شايفه. وبيوصل ري لبيت طليقته علشان يروح يشوف بنته، فبتقابله بنته وبتاخده بالحضن، وبيعرفها ان هو رايح ولاية نيفادا وهيكون مع فرق الانقاذ، وبيدخل البيت وبيسلم على ايمي طليقته وجوزها دانيال، وبيكون ري مش بيحبه علشان مهتم بمراته وبنته، فبيقول له دانيال انا اشتريت بيت جديد وهننقل فيه كلنا، فبيغضب ري علشان ايمي ما قالتلوش على الموضوع ده، فبتقول له ايمي انا كنت هقول لك بس ما جاتش فرصه مناسبه، فبيشكرها ري وهو غضبان جدا وبيكون مش عارف يتصرف ازاي، وبيسلم على بنته وبياخد بعضه وبيمشي. وبيسافر دانيال وبياخد بيلي معاه في الطياره، وبيقول لها انا مش هضغط عليكي علشان تيجي معايا البيت الجديد، وانا بحترم باباكي وبحبه، فبترتاح بيلي الكلام وبتثق فيه. ولورانس بيكون عنده لقاء تلفزيوني وبيكلموه عن الزلزال اللي حصل في نيفادا، وهو بيتكلم معاهم بيدخل عليهم موظف من الشركه وبيقول له الموضوع خطير والزلزال بيزيد يوم عن يوم. وايمي بتكون في المطعم مع صاحبتها فبيتصل عليها ري وبيتاسف لها على اللي حصل منه امبارح، وبتقبل ايمي اعتذاره وبتقول له ما حصلش حاجه وتكون لسه بتحبه. وفجاه بيحصل زلزال قوي في المكان، بيشوف ري من الطياره الكباري بتنهار، وبتكون ايما لسه معاها على التليفون وبتعرفه مكانها وبتقول له الحقني بسرعه المكان كله بيتضم، بيقول لها اطلع على السطح وانا هجيلك في اسرع وقت. وبتكون بيلي ودانيال وصلوا الشركه وهي قاعده بتتعرف على شاب وبيكون اسمه بن، وبيكون جاي علشان يقدم على الوظيفه الجديده، وبيسلم عليها قولي اخو بن، وبيقول لها انت حلوه قوي، فبتشكره على الكلام الجميل ده، وبيطلب منها رقم تليفونها لاخوه، فبتضحك بيلي وبتكون سعيده. بيغضب اخوه منه علشان طلب رقم تليفونها، فبيقول له انا ما اقصدش حاجه وهي فعلا جميله، وبيدخل بين عشان يعمل المقابله بتاعته، فبتعرف بيلي كل حاجه من اولي، فبتكتب له رقم تليفونها في الكتاب وبتسيبه وبتمشي. وبيكون بيلي ودانيال في الجراج راكبين العربيه ومروحين، وفجاه بيحصل زلزال في المكان وبيكونوا مرعوبين جدا، وفجاه الارض بتنهار والعربيه بتقع، وبيحاول السواق يطلع من العربية بس بتقع عليه صخرة وبتموته، وبيلي بتكون مش قادرة تطلع من العربية، فبيحاول دانيال انه يساعدها بس مش بيعرف، وبيسيبها وبيمشي علشان يروح يطلب لها المساعدة. وبيكون دانيال منهار جدا، فبيقابل شرطي في المكان وبيطلب منه المساعدة، فبيلاقي المكان بينهار فبيسيبها وبيهرب، فبيعرف بين ان بيلي في خطر، بيروح يدور عليها وبيلاقيها، وتكون الصخره نازله على العربيه وبيلي مش قادره تطلع، وبيجيب الكوريك وبيحاول يرفع الصخره اللي على العربيه بس الكوريك مش بيقدر يرفعها، فبيفرم كاوتش العربيه وبيطلع بيلي في اخر لحظه. وبيوصل ري لمكان ايما وبتكون في خطر والمكان كله بينهار والنار بتقرب منها، وري مش بيقدر ينزل بالطياره علشان النار في كل مكان، وبيثبت الطياره وبيرمي لها الحبال، وبتطلع ايما وبينقذها في اخر لحظه قبل المبنى كله ما ينهار، بيمسك ايديها وبيدخلها للطياره. وبتكون بيلي عايزه تكلم باباها علشان يجي ينقذها، وبيروح المول علشان يدوروا على تليفون تكلم باباه علشان يطمن عليه، وبيدوروا في المكان وفعلا بيلاقوا التليفون وبتتصل على باباه، فمامتها بترد عليها وبتطمن وبتعرف ان هي لسه عايشه، فبيطمنها باباها وبيقول لها
روحي عند برج كويت لانه اعلى مكان في المدينه، وهنوصل لك انا وماما في اسرع وقت. وبتكون الناس كلها في الشارع علشان الزلازل دمرت المدينه، ودانيال بيكون معاهم وبيكونوا مرعوبين وخايفين. وري بيتكلم مع ايمو وبتكون لسه بتحب، وفجاه بيحصل عطل في محركات الطياره وبتقع الطياره بيهم وبتنزل جوه مول، وبينزلوا منها وبيلاقوا المول كله بيتسرق والمكان كله حراميه ومسلحين. وبيطلعوا بره علشان يشوفوا عربيه يركبوها، بس مش بيلاقي ولا عربيه مفتوحه، وبيحاول يفتح عربيه منهم بس مش بيعرف. وبيبص ري ومش بيلاقي غير عربيه الحراميه اللي بيسرقوا المول، وبيركبوا العربيه وبيهربوا بيها. وهم في الطريق بيشوفوا ناس بتشاور لهم وبتحذرهم، وبيعرف ان في مشكله. فبيبص ري فبيلاقي الطريق كله منهار، فبيسال الناس الموجوده عن طريق تاني مختصر، فبيقولوا له مفيش غير طريق واحد بس بعيد، وبعيد عن هنا بحوالي 70 ميل. فبيسالوا ري عن اقرب مطار، فبيقول له طيران بارد. وبيوصلوا للمطار وبيركبوا الطياره، وبتوصل بيلي وبتشوف البرج، فبتلاقي المكان كله متدمر والنار في كل مكان، ومن الصعب ان هي توصل للبرج، ومفيش حل تاني قدامها غير ان هي تروح للبرج. وبين بيحاول يمنعها علشان المكان هناك خطر، فبتصمم ان هي تروح علشان ده اعلى مكان في المدينه. وبيوصل ري للمدينه بس مش بيلاقي مكان يهبط فيه بالطياره، وبينزل ري بالباراشوت، وبتكون ايما مرعوبه جدا بس مش بيحصل لهم حاجه. وفجاه بيحصل زلزال قوي في المدينه، فبيحاول ري يبعد الناس عن الخطر، وبيقول لهم روحوا عند الاستاد. وبتكون بيلي في طريقها للبرج، فبيتصاب بيني وبتدخل ازازه في رجله، فبيحاولوا يساعدوه بيلي واولي علشان يوصلوا للبرج. وبيكون ري مش عارف يدخل جوه المدينه، وبيقول لي ايما مفيش غير حل واحد، اننا نركب مركب. وبيركبوا وبيوصلوا قريب من البرج، فبيشوف ري النار ماسكه في المكان، وفجاه بيلاقوا الميه بتنسحب من تحتيهم. فبيقول لي ايما يلا بسرعه في اعصار قادم علينا. فبتقول لي ري هتعمل ايه؟ فبيقول لها لازم نعدي من على الاعصار ده باي شكل. وهم في الطريق بيشوفوا الميه وهي بتوقع السفن، والميه بتزيد بطريقه غير طبيعيه وبتدمر السفن والمراكب اللي فيها، والناس بتكون فقدت الامل في الحياه ويودعوا بعض لان كده كده هيموت. وبيحاول دانيال انه يهرب بس بيموت. وبتوصل بيلي المكان عالي وبيستخبوا فيه، وفجاه بتشوف الميه جايه عليهم بسرعه رهيبه، وبيستخبوا منها وبيطلعوا سلام. فبتبص بيلي من الازاز، فبتلاقي باباهم ومامتها بيدوروا عليه، فبتعرف بيني وقولي ان هم جايين علشان ينقذوه، وبيحاولوا يخبطوا على الازاز بس مش بيسمعوه. بتديلهم بيلي اشاره بالليزر اللي معاها، فبيشوفوها وبيعرفوا مكانها، وبيكونوا فرحانين جدا ان بنتهم لسه عايشه. بس الميه بتعلى عليهم والمبنى بينهار، وبيطمن ري ايما وبيقول لها ما تخافيش، وانا هروح انقذ بنتنا حتى لو اخر يوم في عمري. وبيساعد بينا اخوه علشان يبعدوا عن الميه، بس بيلاقي منسوب الميه بيعلى وبيفتكر ان بيلي ماتت. فبتحاول بيلي تنقذ نفسها، تكون خلاص الميه هتغرقها، فالميه بتزيد عليها وهي بتغرق. بتشوف باباها جاي علشان ينقذها، فبيحاول ري يدخل لها علشان يطلعها، وبيلاقيها وبياخدها بس بتكون فاقده الوعي. فبيحاول بين انه يساعدهم، وفجاه المبنى بيحصل فيه انهيار وبيكونوا في خطر. فبتبص ايما عليهم وبتلاقي بنتها فاقده الوعي، وبيحاول بين يكسر الازاز بس مش بيقدر. فبتنادي عليهم ايما وبتقول لهم ابعدوا عن الازاز، وبتشغل اللانش بسرعه وبتكسر الازاز وبتدخل لهم بيه. بيركبوا اللانش وبيطلعوا بسرعه قبل المبنى ما ينهار عليهم. وبيشوف ري بنته وبيكون فاكر ان هي ماتت، فبيرجع يعمل لها اسعافات اوليه، وبتفوق بيلي في اخر لحظه وبيروح المكان بعيد عن المدينه. وهي دي النهايه. سلام. وبيخلص فيلمنا. إن عجبك الفيديو متنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.